طب لما هي باطله، الولد كهربا ده راح حضر التحقيق ليه قدامها؟ طب المحامي بتاعك ليه حضر التحقيق قدامها؟ مش هي باطله؟ هو في كده يا جماعه؟ انا ما شفتش بصراحه. فاي حد يقول لك لا نشترك في ايه؟ هنروح نشترك في مهزله وجايب حكام مصريين ويلا اتفرم وادي بطوله خدناها زي السله لما الحكم قال لك لا الواد يقف على العلامه والعلامه متغطيه وزي الطايره لا عايز عيد الثانيه يعني عيد تاني النقطه. مش كده يا جماعه. فنادي الزمالك ده موقف مش خدنا موقف قبل كده افتكروا 97 بتاع قادر عبد العظيم. الغلطه اللي عملها الجهاز الفني اللي هو ايامها كان اخونا فاروق جعفر وكابتن نبيل نصير ان انا قعدت اقول لنبيل خد اللي قبل ما يبقى بص ما هو انا لو دخلت معركه كمل ما دخلتش خلاص. معركة ايه وضحك ايه ده؟ واضح ان كهربا مكركب الدنيا على الاخر. ني هيحطوا صح في الامارات برضو. صراع كبير جدا. الكل عايز يثبت ان هو الاقوى، الكل عايز يثبت ان هو الاقوى بكل بقى الاساليب وبكل الطرق. ليه؟ علشان مفيش حد عارف يطبق القانون وينفذه. مفيش. خلاص كل الناس كل واحد فاكر عايز يقول انا جامد انا جامد انا جامد. الموضوع مش موضوع كهربا خالص ولا عقوبه ولا فيديو ولا لا. الموضوع خرج بره السيطره. النهارده في لعيب زيه زي اي حد تاني عمل خطأ والخطأ ده قدامه في اي دولة في الدنيا متقدمة في الكورة لازم يبقى في عقوبة، صح؟ انا مش انا ما بتكلمش في مدة العقوبة على فكرة ولا ايه هي العقوبة، بس لازم يبقى في عقوبة طالما ان انت استدعيت اللعيب للتحقيق او في شكوى انت نظرت فيها وبتقول ان الراجل ده فعلا مذنب وبعاقبه. مذنب ايه يا عم؟ انت هتدخله الاصلاحيه؟ ما الاهلي قال لك 14/5 هيتم النظر في وضعيه وقانونيه لجنه انضباط. قانونيه كهربا يتعاقب، مش قانونيه يا تمشي يتوفق وضعها وكهربا برضه هيتعاقب. رستخ خزاكه رستخ.